صلاة المغرب من أحسن الحاجات اللي بتدي ثواب كبير، يعني حسنات، كثرة الخطى إلى المساجد. كان في قوم اشتكوا، يعني كانوا رايحين يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد المسجد عنهم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني إن كل خطوة تقريبا بتحط خطيئة وترفع درجة، فحبوا بقى إن هم أصلا المسجد يبقى أبعد وأبعد. فكثرة الخطى إلى المساجد من الحاجات الحلوة جدا، يعني المفروض الواحد يحافظ عليها، المفروض الواحد يحافظ على الصلاة في المسجد عامة يعني. بس لو انت المسجد يعني بعيد عن بيتك ما تستقش من ده، لان ده حاجة حلوة مش حاجة وحشة. كل لما تمشي اكتر، كل لما تاخد خطوات، تعد خطوات اكتر، وكل ما بتاخد حسنات اكتر. بعدين صلاة المغرب بالذات، كان زمان يقول لك صلاة المغرب كالجوهرة يلتقطها المؤمنون. المؤمنون ولا المؤمنين بقى؟ المؤمنون، يلتقطها المؤمنون. فحافظوا بقى على كثرة الخطى إلى المساجد. بس أوشكنا على الوصول إلى المسجد. بعدين تروح الجامع كده تلاقي بقى الناس الكبيرة، تلاقي الشباب الملتزم. مش لازم يعني الواحد يكون ملتزم يبقى مثلا شيخ بقى ويبقى متدروش كده. بس الشجرة دي شكلها حلو أوي، شكلها جميل أوي. لا، انت بتروح المسجد بتصلي عادي خالص، انسان طبيعي بيأدي الفروض اللي عليه وبيطيع ربنا سبحانه وتعالى. انت مجرد ما تخش المسجد اصلا تستشعر او تجيلك كده راحة نفسية غير عادية، ترمي الطاقة السلبية اللي الواحد بيجمعها بقى، سواء من شغل او من معاملة مع حد او تاخد شوية طاقة ايجابية زي الفل، زي الفل. نحن ذا قد وصلنا إلى المسجد. بسم الله. نخش المسجد وأقفل بقى الفيديو، نشوفكم نكمل مع بعض على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله صلينا على خير. احسن حاجة بقى بعد الصلاة انك تلزم الذكر بقى، تستغفر ربنا وتحمد ربنا وتكبر وتختم بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 مرة. اتكلمت انا بشوية شباب كده في موضوع، اتكلمت يعني في فيديو على القناة هنا في موضوع ليه الانسان ممكن يبدأ حاجة وبعد كده يوقف ما يكملش. فكان الموضوع ده ليه 3 جوانب. الجانب الاول، تعالوا اقولهم لكم وانا وش الكاميرا احسن، الدنيا ضلمت شوية. الموضوع ده ليه 3 جوانب. الجانب الاول انك تكون عطيت هدف عالي قوي اكبر من قدرتك انك تعمله. يعني مثلا لو انت مثلا عايز مثلا تذاكر منهج معين، فتقول ان انا هقعد اخلص المنهج ده كله النهارده، فده هدف كبير قوي، فطبيعي انك مش هتكمل وهتقع. السبب التاني انك تعتمد على الحماس
الشخصي بتاعك. فمجرد ما الحماس يخلص هتلاقي نفسك ما بتكملش برضه. لكن الفكرة انك يبقى عندك روتين بتخلص ولو جزء صغير كل مرة. يعني جزء صغير. يعني مثلا لو احنا بنتكلم في مادة قسمها فصول، والفصول قسمها دروس، وكل مثلا يوم درسين 3 او حاجة. كذلك لو كورس، كذلك لو هتروح مثلا تعمل دايت، تاخد الموضوع واحدة واحدة. كل حاجة بقى. يعني احنا كان حتى في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خير الاعمال ادومها، خير الاعمال احب الاعمال قصدي الى الله ادومها وان قل. يعني يكون عمل صغير بس دائم خير ما يبقى عمل كبير او منقطع. والسبب الثالث انك تقارن نفسك بحد تاني بدأ قبلك ومتمرس مثلا في حاجة معينة. تأخرت ليه يا فتى عن الصلاة؟ انك تكون بدأت بقى ايه تقارن بقى نفسك بحد تاني، فطبيعي برضو انك هتحبط وما تكملش. في سبب كمان انك يحصل لك مثلا دروب في وقت من الاوقات. مثلا انت قررت تذاكر، قلت خلاص هذاكر وظبطت الدنيا وقلت ذاكر ساعتين وقت مناسب، انا ما كنتش بذاكر خالص وظبطت الكلام على كده. هوب حصل لك دروب بيوم، فقعدت تجلد في ذاتك مش هتكمل برضو. الحالة دي كمان هيحصل لك دروب. فهو علاج القصة دي كلها انك تقسم التاسكات، يبقى في عندك هدف واضح على المدى البعيد، تاسكات صغيرة يومية، و تستعين على نفسك بالمثابرة والروتين. روتين صغير، عمل صغير مستمر خير من عمل يعني كبير ومنقطع. ودي كانت رحلتنا الى المسجد ذهابا وعودة في صلاة المغرب. اشوفكم ان شاء الله، بس الفترة دي مش عارف اصور بقى علشان الدنيا هتكون ضلمت. نكمل الفلوج مع بعض ممكن بكرة مبدأ شغل، ممكن كمان شوية لو طلعت في مكان فيه نور. اشوفكم على خير. زي ما انتم شايفين الجو اظلم كثيرا وبالتالي انا غالبا مش هنقدر نكمل اكتر من كده في الفلوج ده ونختمه على كده. وان شاء الله يبقى الذهاب للمسجد والعودة على طول اعمل منه فيديوهات عشان نشجع الناس انها تلتزم على الصلاة، يكون صدقة جارية يعني. وانت لو بعت الفيديو ده لحد فكرته باللي انا فكرتك بيه، انت كمان هتاخد اجر على فكرة وكلنا هنتبسط يعني. لو وصلت لحد هنا اكيد مش محتاج افكرك انك تشترك وتعمل سبسكرايب كده، تشجع الناس انها تسبسكرايب وتشاركني وتقولي رايك في التعليقات، ونكمل المحتوى اللي زي ده ولا ما نكملش. ماشي، اشوفك على خير. سلام.